حبيت نحكي لكم واحد القصة صارت العام اللي فات. واحد البنت كانت مخطوبة وقرب عرسها، وكانت مع التجهيزات وأهلها يحضروا للعرس. جازوا نهارات وجا نهار العرس وكل أهلها فرحانين، وهي ميتة بالسعادة باسكو رايحة تتزوج حب قلبها اللي كان يقرا معاها. وهداك نهار جاز شباب وكملت التصديره نتاعها ونحات قشها تاع العرس ولبست بيجاما وهبطت عند فاميلتها. كانوا مجمعين، جازت سهرة شابة. ايام بعد عادت لها بنت خالتها، قالت لها ماما كهي تعيط لك، قالت لك ارواحي نحتاجك، راهي في الشومبرا. راحت العروسة لعند ماماها، لقاتها تفرز في لي كادو اللي جابوهم الأهل والفاميليا. قالت لها يا بنتي غدوة إن شاء الله تروحي شوفي لي كادو اللي عجبوك أديهم، واللي ما تحتاجيهمش خليهم. ريحت في الكرسي مع امها وبداو يفتحوا في لي كادو. من بعد وصلوا لواحد الباطا كبيرة جاية قد المخدة. فتحتها امها لقات فيها باطا أخرى. بداو يضحكوا في زوج، وقالت لها ماماها هادي ما تكون غير مفاجأة شابة ولا يتمسخروا بينا. من بعد يماها قالت ها نفتحوها وعلى ربي. زادت فتحت، وصلت الباطا التالترا، لقات باطا صغيرة، فتحتها وهنا المفاجأة.